اوعدك ان انت بعد ما تشوف الفيديو ده مش هيكون عندك اي مشكلة في عمل اعلانات ممولة على الفيسبوك. يلا بينا نعرف كل التفاصيل لكن في الفيديو. اول حاجة بدخل على سيتنجز وبرايفسي الشمال على الفيسبوك، وبعد كده بضغط على سيتنجز هنا تاني. بعد كده بنزل تحت وبضغط على اد بيمنتس، وزي ما انتم شايفين انا حسابي من نوع مسبق الدفع والرصيد فيه 278.45 قرش. فانا مثلا هضغط ان انا عايز اضيف رصيد للحساب الاعلاني. بعد كده هنا بيطلب مني المبلغ اللي انا عايز اضيفه، فانا هقول له مثلا ان انا عايز اضيف 100 جنيه. وبعد كده هنا بيقول لي انت عايز تخصمه من البطاقه البنكيه ولا فوري ولا البطاقات المحليه. البطاقات المحليه انا ما بحبش الطريقه دي لانها حصلت معايا قبل كده، خصم الرصيد وما سمعش معايا، يعني مش كل المرات بينجح. وبالنسبه للديبت والكريدت فانا بستخدم فيزا ريدوت باي وربطه زي ما انتم شايفين اهو مربوط. طبعا الحساب ده عشان يظهر لك فيه شعار فوري وبطاقات المحليه لازم تكون عامله بعمله الجنيه المصري، ولازم تكون عامل البلد مصر. اما لو عندك حساب قديم من نوع اللي هو مديونيه، يعني ما بيخصمش فلوس من الفيزا الا لما يوصل من حد معين، يعني تعمل اعلانات ويوصل لحد معين وبعد كده يخصم من الفيزا. فطبعا في ناس بعد وقف البطاقات ما بقتش عارفه تدفع. انت ممكن تدفع ببطاقه ريدوت باي، اللي بالمناسبه سايب لك رابط الشرح بتاعها في الفيديو اللي في الوصف، ورابط التسجيل المباشر، وربح $5 كمان مجانا كمشتريات تقدر تشحن بيهم حسابك الاعلاني. بس طبعا لازم الاول تشتري الفيزا، وبعد كده بتقدر تفتح بقى حساب مسبق الدفع اللي هو بيظهر لك فيه علامه فوري. فانا مثلا هنا هكتب 100 جنيه وهضغط هنا على شعار فوري، وبعد كده هضغط هنا على نيكست. زي ما انتم شايفين هنا نقلني صفحه بيقول لي حط الايميل ورقم التليفون، فانا الايميل هسيبه زي ما هو. وبعد كده هنا بيقول لي الرقم المرجعي بتاعك كذا وتاريخ الانتهاء بتاع العمليه كذا، يعني ان انت في خلال السبع ايام دي من تاريخ دلوقتي تقدر تحط الرقم المرجعي ده تدفع بيه، بعد كده مش هينفع. رقم الخدمه كذا، فطبعا سيبك انت من رقم الخدمه، هتيجي عند الرقم المرجعي وتضغط على نسخ الرقم المرجعي، وبعد كده هتروح على فوري. طبعا اللي مش عارف فوري برضو شرحته في وصف الفيديو، هتلاقوا فيديو كامل شرحته فيه. طبعا عشان تشحن فوري لازم تكون مثلا يا اما معاك الكارت الاصفر وشحنه عن طريق فوري نفسه، يا اما معاك انستا باي وشحنت كارت فوري الاصفر عن طريق انستا باي اللي هو التحويل على 16 رقم بتوع فوري، وده انا برضو شرحته في فيديو في الوصف. المهم هنا انا عايز ادفع الاعلان بتاعي، فانا هضغط هنا على فوري باي، وبعد كده هنقل الرقم. اهم حاجه انا دلوقتي عامل اعلان ب 100 جنيه، لازم يكون معاك في فوري اكتر من ال 100 جنيه عشان العمليه تتقبل. فانا نقلت الرقم المرجعي زي ما هو وعملت استمرار. فهنا بيقول لي انت عايز تدفع بالبطاقه ولا بالمحفظه. خلي بالك لان المحفظه هتبقى اغلى شويه، هتبقى عليها رسوم خدمه. سيبك انت من طريقه المحفظه، هبقى اشرحها في فيديو منفصل. اختار هنا الدفع بالبطاقه اللي هي كارت فوري الاصفر اللي هو اصلا فيه الرصيد. فانا طبعا كنت عامل الاعلان ب 100 جنيه، فهنا في رسوم لفوري 2 جنيه فتبقى 102. على فكره انت لو عملت حتى اعلان ب 2000 او 3 او 4 هم 2 جنيه زي ما هم. وبعد كده هتضغط على ادفع. زي ما انتم شايفين مكتوب لي تم الدفع بنجاح. نرجع بقى على صفحه الفيسبوك، وبعد كده اهو شايفين اتنقل على طول وقال لي سكسسفولي ادت ال 100 جنيه، وانت رصيدك دلوقتي 378.61 قرش. الرصيد اهو 377. طبعا هو في اعلان شغال فممكن يبقى خصم شويه قروش في الوقت اللي انا عقبال ما عملت العمليه. هتلاقوا بقى فيديوهات ريدوت باي في الوصف، وفيديوهات برضو ماي فين شرحتها في الوصف، ودي كروت بنكيه تقدر تشحن بيها حسابك الاعلاني لو عايز تقفل حساب المديونيه. وهتلاقوني برضو شرحت لكم كل حاجه عن فوري في فيديوهات برضو في الوصف. اتمنى الخير والتوفيق للجميع. شكرا جدا يا جماعه على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.